ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تورتة الجيلي من اكتر الحاجات اللي بتطلب في الصيف، طبعا بترطب على القلب وجميلة وخفيفة اكتر من التورت العادية بكتير. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الاول نعمل الكيكة. انا حطيت هنا 4 بيضات، هحط عليهم كوباية وربع سكر. انا المقدار بتاع الكيكة بتاع الشاي ده ما بغيروش بصراحة، من اجمل المقادير اللي انا جربتها، بتكون مضمونة جدا. هقلب المقدار ده كويس جدا، البيض مع السكر، لحد ما تكون كريمي خالص والسكر يدوب خالص. علشان الكيكة تطلع معاكي فاتحة وحلوة استعملي سكر ناعم وابيض، لكن سكر التموين هو ينفع وكل حاجة، بس استعمليه لما تكوني هتعملي الكيك لولادك في البيت، لكن الاوردرات لا. حطيت هنا نص كوباية زيت. انا بحط نص كوباية لكوباية التلت بصراحة يعني، بس المرة دي انا حطيت نص كوباية، انا قلت مش مشكلة، هي لسه هتتسقى اصلا كتير وجيلي وكده، فانا حطيت نص كوباية بس. بعد كده حطيت كوباية لبن، وبضرب زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان البيض والسكر يكونوا اتخلطوا كويس جدا جدا، وبقى القوام كريمي، هو ده اللي بيخلي الكيكة تطلع معاكي طرية وحلوة. هنا حطيت باكو كيك شيف على كوبايتين ونص دقيق، وطبعا الدقيق منخول. وبعد كده هبدأ احطه بقى عجان شغال كده على اول سرعة بالشكل ده كده، ومش هضرب كتير علشان بس الكيك ما يعملش زي العيش معايا او ينشف. وبعد كده هقلبه بالاسباتولا كويس جدا قبل ما احطه في الصينية. لو عايزينها بطعم البرتقان بقى، ممكن تحطوا برتقان بدل اللبن، بيكون حلو جدا. ممكن تحطوا تانج او ممكن تحطوا اسانس برتقان، بتكون حلوة في كل الحالات، وبشر برتقان بتكون تحفة. الصينية عندي هنا مقاس 26، دهناها بالزيت ومبطناها بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. هعمل طبعا الكيكة قبل ما اعمل اي حاجة، علشان الكيكة لازم اشيلها من الصينية وارجع اشتغل فيها الجيلي. يعني ما ننساش ونعمل الجيلي الاول عشان يبقى كل حاجة باظت مننا. هي الكيكة كانت عالية جدا بصراحة، يعني انا ممكن لو عملتها المرة الجاية اخلي المقدار النص، اخلي الكيكة مقدارها النص، يعني ببيضتين اتنين، علشان ما تكونش عالية قوي مع بقية الحاجات. شايفين الكيكة بعد ما طلعت من الفرن شكلها تحفة. هي اخدت في الفرن حوالي آم، 30 دقيقة، يعني نص ساعة بالظبط، عشان انا فتحت عليها بعد نص ساعة ل5 دقايق. كانت محتاجة 5 دقايق كمان فسبتها 5 دقايق. وطبعا حسب كل فرن. هنسيب الكيك يبرد خالص وبعد كده هنحضر الجيلي. انا هنا هاخد باكوين ونص جيلي، المفروض يتحط لهم 5 كوبايات ميه، فانا هحط لهم 3 كوبايات ونص بس، علشان بعد كده لما اجي اقلب التورته بتاعه الجيلي يكون الجيلي متماسك، وعشان كمان في النقل ما يسيحش بسهوله، وتبقى متماسكه وشكلها حلو. تمام. فانا حطيت هنا 3 كوبايات ونص ميه مغليه، وهحط عليهم باكوين ونص جيلي. الجيلي هنعمله على مرحلتين، بس انا ماشيه معاكم كده واحده واحده. هحط دلوقتي الجيلي في المية المغلية. ممكن يعني لو عايزة تسرعي ان هو يبرد بسرعة تحطي كوباية ونص مثلا مية مغلية، وتحطي وتدوبيه كويس قوي، وتحطي الكوبايتين التانيين متلجين. لكن لو مش فارقة معاكي يعني هتحطي كله سخن عادي، مفيش مشكلة خالص. وممكن تعمليه على النار، يعني بدل ما تحطي مية مغلية كده، انا عشان بس مش ما كنتش عايزة اوديه على النار وكده واودي الستاند على النار علشان اصور. فجبت المية المغلية ودوبت فيها بالشكل ده كده. دول باكوين ونص. هحط نصهم في الصينية، والصينية دي انا مسحاها بفرشة زيت بسيطة خالص، علشان ما يبانش بعد كده واحنا بنقلبها، ما يبانش في شكل الجيلي. بس عشان تسهل معاكي الموضوع، فانا بعمل بالفرشة بتاعت الزيت دي الصينية وعلى داير اللي هو اللي في النص ده، علشان تنزل معايا بسهولة. حطيتها في الفريزر تجمد شوية، زي ما انتم شايفين الجيلي جامد دلوقتي. هبدأ ارص عليه الموز او فراولة او اي فاكهة انتوا حابينها. وبعد كده الجيل التاني بقيته سبته يبرد خالص، وبعد كده بحطه على الموز بالشكل ده كده. يكون بارد طبعا عشان بس ما يسيحش اللي تحته. وهاخده برضو احطه في التلاجة لحد ما يجمد خالص. وبعد كده هنبدأ نحضر الجيل التاني اللي هنسقي بيه الكيكة. انا هنا كنت بحضر باكو ونص جيلي علشان اسقي بيه الكيكة، بس ما كفاش، فخدت كمان باكو. لكن انا عملت في الكاميرا هنا باكو ونص، ورجعت عملت الباكو، يعني كانت الكاميرا مقفولة،
فأنا هاقول لكم اللي عملته بالضبط عشان يكفّي الكيكة. عملت باكوين ونُص، ده كده كان باكو ونُص ورجعت خدت باكو كمان. الباكوين ونُص بنحط عليهم 3 كوبايات ونُص مَيّة، يعني مَيّة مغلية. لو عايزة تسرّعي من الموضوع هتحطي كوبايتين مَيّة مغلية مثلًا وكوباية ونُص مَيّة ساقعة متلجة، هتسرّع معاكِ الموضوع إن هو يبرد بسرعة وتستعمليه بسرعة. تمام؟ حضّرت الجيلي وبعد كده هاخد الكيكة. طبعًا طبقة الجيلي بالموز جمدت برضه في التلاجة كويس جدًا. هنا عملت المنشار يعني بحيث إن الكيكة تتقسم بالنُص معايا. أنا بصراحة ما شُفتش درجة المنشار كانت على كام، أنا رفعتها وقِست كده على الكيكة لحد ما لقيته هيقسمها بالنُص بالضبط، فقسمتها بالنُص. هنا كنت هاحط الكيك على الجيلي على طول، بس قُلت أحط شوية كده من الجيلي اللي هو السايب، علشان الكيكة تلزق في الجيلي، ما يبقاش الطبقة بتاعة الجيلي كده لوحدها والكيكة لوحدها. قُلت علشان تلزق فيها، فحطيت شوية من الجيلي كده، وبعد كده حطيت عليه الكيكة. هاسقي بقى الكيكة بالنُص الجيلي، يعني التورتة دي كلّها أخدت 5 بواكي جيلي بالضبط. هاسقي بقى كويس جدًا بالشكل ده. وبعد كده هاحط طبقة كريمة، ممكن بقى لو في عُملا مش عايزين طبقة الكريمة اللي في النُص، يبقى هتحطي الكيكة على بعضها ما تقسميهاش وتسقيها بالجيلي كلّه، علشان تتشرّب كويس جدًا وما تكونش ناشفة. طبعًا الكريمة إحنا عملناها مع بعض كتير جدًا، فما رضيتش أطوّل الفيديو عليكم. إحنا بنعمل الكريمة حلو جدًا يعني نُص كوباية الكريم شانتيه نحط عليها معلقتين سُكّر، ونحط شوية من الكريمة اللباني وشوية باستري، ونحط كمان نُص كوباية أو كوباية إلا ربع مَيّة ساقعة متلجة. بتكون كريمة حلوة جدًا وغنية وطعمها حلو. سويتها بقى بالشكل ده كده، وهاحط النُص التاني بتاع الكيكة، وهاسقيها ببقية الجيلي. يعني إحنا خدنا باكوين ونُص في الأول للصينية تحت، وباكوين ونُص سقينا بيهم الكيكة كلّها. تمام؟ هنسقي كويس جدًا وفي كل حتة كده. وبعد كده أنا غطيتها وحطيتها في التلاجة لحد تاني يوم. تاني يوم بقى جبت صينية فيها مَيّة سخنة، علشان بس تسهّل عليَّ إن أنا أقلب الجيلي ما يكونش ماسك في الصينية، وسلّكتها من الجناب بالسكينة رفيّعة بالشكل ده كده، وبعد كده نسمّي الله ونقلبها على الصينية. طبعًا دي لحظة يعني مرعبة بالنسبة لأي حاجة بتتقلب، سواء كريم كراميل أو جيلي أو كده. الحمد لله طلعت شكلها تحفة جدًا. إيه رأيكم في شكلها؟ أنا ما عرفتش أقطّع منها قطع عشان أورّيكم شكلها من جوّه إزاي، علشان دي كانت order، بس طبعًا لو جرّبتوها إن شاء الله هتعجبكم جدًا. شايفين شكلها حلو إزاي؟ لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير.